السلام البنات، واش راكم؟ واش راهم احوالكم؟ ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا كمان بخير ومهنيين وصحه جيده. اليوم راح نديروا مع بعض خبز، يعني تقدروا تقولوا شاباتي، ولكن ماشي على طريقتي انما على طريقه صانع لشاباتي. عطاها لي بالتفصيل الممل. المهم هو عطى لي وصفه العجينه وانا درت الحشوه على طريقتي. يعني جات العجينه صدقوني بزاف هايله، خفيفه تقولوا ريشه او قطن، يعني قد ما نشكر فيها قليل. والحشوة أيضا جات بزاف بنينة، يعني بلا لحم ولكن جات أكثر من رائعة. بما أن العطلة راهي قربت، يعني دراري بسلامتهم يحبوا هذا النوع من المملحات. إذا تفضلوا للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. هنا حطيت فرينة يعني يزيد شوية على الكيلو. ضفت نص مغرفة تاع الملح، وضفت عليها 2 مغارف تاع الخميره، خميره الخبز. يعني المغارف تاعي ماشي كبار بزاف، على بها درت زوج مغارف. نضيف 2 ملاعق من السكر. هو قال لي ديري 4 ولكن انايا نقصت 2، درت غير 2. ما حبيتش يجي حلو. زدت كيس خميره كيميائيه وخلطت كامل النواشف، وزدت حوالي نص كاس تاع الزيت كما راكم تشوفوا، ونزيد كاس دافي تاع الحليب. اللي عندها شويه تاع حليب غبره يمكن تضيفي 2 مغارف وتستغني على الحليب السائل. وبالنسبه للماء حاولوا تدفوهم شويه زياده، يعني ماشي سخون بزاف بصح شويه زياده على اللي نستعملوه في الصيف. دوكا يعني الشتاء نحاول نشمخوا دائما بالماء الدافئ مليح باش يعطيكم نتيجه هايله ويخمر لكم الخبز بالخف. يعني ما يطولش، يعني ما تضطروش تحوسوا على بلايص سخونين ولا. نحاول كيفاش نضيف السوائل تاعي بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وتتلصق في اليد كما راكم تشوفوا. هنا واش ندير، نخلي العجينه تاعي هكا ما نطمهاش ما والو، نغطيها ونخليها ترتاح حوالي 5 دقائق، من بعد نولي ليها نعجنها حوالي 3 دقائق. بعد ما ارتاحت 5 دقائق راح نرش طاولة العمل بالفرينة، يعني شوية ماشي بزاف، حتى تنطم روحها وتولي ما تلصقش، يعني حتى تشوفوا الوجه تاعها املس. فوالا. سمح مدي ثلو صدق ذي الغاز قبيلي ثقم زوارو خطرت ولا مثاهي جايو طرولي يعني كتا كاع دراغ لا فيديو هذه الحصه فدو في غال الوقت كاع غاز قبيلي من المهم انت ولا متكوش وساري لاباط لاباط اللي خضار. يعني شطحها في كيلو الفارينة، خماسة باش طرالي فيها شيميك، خماس الملح، سنة تغنجين السكر، سنة تغنجين لا لوفير بورونجير يغس تمثوت، نفس الكاس الزيت، انا ناقص الكاس يفكيا، من بعد تحصات سوا من يحمنا وبليجي ذا من يحمنا خطا ثوش ثوا الى قلب من كنت يقتجو ذي نحمن مليح مليح ماشي مزغل، الى قاد حمون مليح باش تسيلي لاباط نكوت لققت مليح مليح. ها ثورا ثميت تجمعوك سوا من اسمينا غمانا خلط لاباطني عمي تجمعيوك تجي حتى كي تمنطط الا قتيلي تلقق اتيلي تلقق لاباطني تجمد تسمنطط تجمد تسرس مثال دوغام تاع غوص تسركم تشطح الفارينه زوزه مشت الفارينه على البلون طرافين كنت ابرا غتستعجن تشطح ماشي تستعجن تشطح اما تقعدو كما ناس لاباطين ولا متسوغر الليس ومن بعد تسجم تتالي. يعني راكو شفتوا العجينه تبان شابه قبل ما تخمر، يعني تبعوا كامل الخطوات باش تنجحوا في هذا الوصف. كما راكم تشوفوا خطيت العجينه تاعي وخليتها خمرت للمره الاولى. هنا خمرت راح نقرصها الى كرايات صغار، ندهن يديا بالزيت، نجيب بابي كويسون او ورق طهي نرش عليه الزيت هكذا لمهم ابتداءات باش يسهل عليهم الخدمه وباش كي نرفد الخبزه تاعي للطاجين ما يخسرش الشكل تاعها. عمي توالم من بعد عمي ثارك وكامي تقاضرو كلي غنجي تثوليا عمي ثولي عند ما ختي سخسي غسلويني ثلاث قرصه غادي بولا كيفي مشطح مي توالمت عند ما بابي كويسون ذهنا خص الزيت هكا كي باش تكذي اذا انت جديدين تسهل مي خدم لي بول نغال تحفوليني بوغرون وقت سهرم كاتي دم سي البابيني صافي كاع مثلا يلزم كان البابينيس ندمكني ولا اختار لا فورمينيس يعني سهله عاتي الدم. فوالا تنقصو كاس الزيت هاتنجا تشطح باش تنوك حطها موري ستالا وتقتالا. اذا بعد ما قرصت الكرايات نخليها شويه ترتاح باش كي نحلها تنحل بكل سهوله يعني تجيكم سهله.
المهم نحطهم على ورق كامل الكرايات ونخليهم يرتاحوا شويه ونبدا نحلهم بالزيت. هذا هو سر احمرار الخبز تاعكم، يعني لازم تقرصوه بالزيت ماشي بالفرينه. نخليهم شويه. يعني هنا عندي ملاحظه، اذا حبيتوا الخبز تاعكم يجيكم فارغ للداخل يعني خبزوا الخبز تاعكم مباشره، واذا حبيتوا يجيكم كيما خبز تاع شاباتي بالضبط خليهم يعاودوا يخمروا مره اخرى، راح يجيكم واحد الخبز بزاف خفيف. بعد ما خمروا الخبيزات تاعي راح نقطع كامل الورق بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه، يعني يجي هكا ساهل من نرفد الخبزه تاعي بلا ما يخسر الشكل تاعهم. بالنسبه للتخمار انا خليتهم من 4 ساعة الى 20 دقيقة باش يجيكم بزاف خفيف، يعني على حسب حراره المطبخ ديالكم. فوالا راح نبدا نطيب الخبز تاعنا على نار تكون خفيفه. نحط الخبزه جوست تبدا تاخذ تحميره خفيفه من التحت، نقلبها ما نخليهاش حتى تطيب تماما، جوست شويه. من بعد كي يطيب الوجه الاخر راح نعاود نقلبها باش تطيب كامل كيف كيف من كلا الجهتين. فوالا مكيث ولا بعد ما يوليت مكيث ولا مثلا شوفت زعما البابييني باش تدير في السهاله، يعني تختار لا فورما كيف تدني ابرا تسام في مسيتي اللي قواره مليح تمسني اتسرسم ذاك كنس البابييني ميدو كنتي غير كان كادا شي طاحت بدا غتستيم لقات تحمر مليح لقات تسرسم كانت كما صد تاع كانت تستيم ابرا بعد مي تبوسي الجهه بدا انا ساعد متوتي هاد كيف مكي تبوت الجهه وفلا. فوالا يعني لاباط تاعي مخلفه لا تسكر لاباط تمثوت الفارينه اشو كنت تاعي نريس تصن سكر زياده في الفارينه. دايق ياكل الزيت نريس تصن الزيت تاعي نخمس نفس الكاس الزيت تمثوتو ستراضا تصن الزيت بوستا تاع جيت ناسنا تاع جايين ميثفقد لاباط تسلق خفات لاباط البريوش. وهنا بالنسبة للحشو، يعني الحشو دائما يكون اختياري. أنا درت هنا بطاطا فريت قطعتها إلى مكعبات وقليتها في الزيت، زدت عليها كمية من الباتي، يعني من المفروض هذه الوصفة تندرب بالباتي، يعني على بها يسموها جاباتي، يعني يحطوا لها غير البيض الجبن والباتي ويكون الباتي بزاف حار. أنا ما درتش الحار، أنا الباتي تاعي حلو. اذا زدت شويه تاع البصل مقطع صغير، زدت المعدنوس خلطتهم مليح وجبت مقله. هنا ما ديروش على المقله ديالي، يعني غير هذه اللي لقيتها صغيره باش تجي حجم تاع الحشوه كيف مع الخبز تاعي. درت شويه تاع زيت الزيتون ودرت كميه من الحشو اللي عملناها مع بعض. راح نضيف لهم 2 حبات تاع البيض، يعني كل واحد نعملو هكا قرصه. نقصوا للنار ونخليها تطيب من التحت، من بعد نقلبها باش تطيب من الجهه الاخرى. كانت هو مثل فارس نعم كيس نخدم نقلد البطاطا نيزما حتى مشطوح دي بتيدي قليقتي دي الزيت ابرا ناس الباتيا ابرا نغاس شطح البصل يزما خذا مشطوح ناس المعدنوس الوقت من كلي ابرا دمات ثمشي وتنيها مشطوح تمشي تاكي كنيسي حتى مشطوح باش تصبح كيف تاكل لاباطا كيا وما هي تستخدم غلايوك مي تنتسلكيه ابرا ناوك تدمغ لا فارسنيا مي راه ازلا يجون كاع داخل تمشي وتنيا اسرا خصنا تملالين اتجغد بتسود ابرا تستغد بدانسي الجهاني النظام غادي يعني تتكسق ولا فهم كي فغرو مني غير غادي تولز ما شاء الله لا قطاني ديفا هذا مكي توالي استكذا كدي يغلو ضادي خفيفه تجاد القطن. هنا كل شيء راهو جدي البنات. راح نحط شويه تاع الفرماج، شويه هريسه وشويه تاع المايونيز. بالنسبه للحشوه تقدروا ديروا الطون، لحم مفروم، لحم الشاورما، كل واحد والاستطاعه تاعو. يعني قلت لكم الوصفه الاصليه ما فيهاش لحوم غير بالباتي الحار والبيض والجبن وشويه تاع المعدنوس. يعني شوفوا الخبز تاعي جا هايل، يعني جا خفيف. شوفوا الله يبارك كيفاش جا ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا راح نقسم الخبز تاعنا في الوسط، ونصيحه حتى يبرد. لو كانت تقسموه هو سخون راح يجي معجن، لازم ما تقطعوش حتى يبرد الخبز تاعكم. كيف تدينا عطوا لسانك زعما غرومنا ومعنا بليجي اتجم ثما يغلط الصماد. لو كانت تجزم فانت يحمى او تدفعوك ولا هذه نجمايوك ولا ولين داخل دي فخذ لاباط صافي لقى ما يغلط الصماد. هتخدم في الزيك باش يدي صبح سوسو كانت الصماد الوقت ما تجم.
فوالا كيما راكم تشوفوا راح نطلي الجبن هو الاول، ونزيد المايونيز والهريسه، وندير الحشوه تاع الاومليت ولا فريت اومليت ولا تاع الحشو، ونغلق عليه يعني يجي ما شاء الله. يعني هذا الشاباتي يجي خلاف او مختلف على اللي يتباع في المحلات، يعني هذا على الاقل عرفتي واش فيه. اذا نكمل نعمر كامل الحبات بنفس الطريقه. وهنا لحقنا لنهاية الفيديو، يعني ما تنسونيش تحطوا لي تعليقكم الشابة كيما نتوما. نحبكم بزاف بزاف، ما تنسونيش بالجيم والنمو تعنيكم، ونقولكم في وصفة أخرى عن قريب. مع السلامة. تمنى تعجبك تدلارو ستباسيغانت ولا ما تعجبك تدوك مثلا جيم الى فيديو، لي كومونتير نكتي تنكوراجين، بارطاجي متاكو دي زامي قيمة مدير هنا.